تخيل معايا هاد السيناريو. درهمك اليوم كيشري لك حاجة، وغدا نفس الدرهم كيشري أقل. ما تبدلات حتى حاجة في خدمتك، ولكن القيمة تبدلات. شنو واقع وشنو جاي؟ السلام عليكم، معكم محمد أمين في ترند فلوس دايركت. اليوم غادي نهضروا على موضوع دار ضجة كبيرة، وهو تعويم الدرهم اللي ذكر في قانون المالية 2026. ولكن ما غاديش نهضروا بالخوف ولا بالإشاعات، غادي نهضروا بعقل ومن زاوية شنو ممكن يوقع قدام وشنو خاص المواطن يفيق ليه من دابا. كاين واحد السؤال كيطرحوه بزاف ديال الناس: إلا تعوم الدرهم، واش غادي نقدر نخرج فلوسي من المغرب ولا غادي تشد علينا؟ الجواب هو خاصنا نفرقوا بين التعويم والانهيار. المغرب ما دارش تعويم فجائي، دخل في تعويم تدريجي من قبل، وقانون المالية 2026 أكد هذا التوجه، يعني الدرهم كيتحرك ولكن تحت المراقبة. دابا نتصوروا أسوأ سيناريو: إلا نقصت قيمة الدرهم شنو غادي يوقع؟ الليميت ديال إخراج العملة راه محدد بالدرهم ماشي بالدولار، يعني إلا عندك الحق تخرج مبلغ معين بالدرهم، هذا الحق ما غاديش يتحيد، ولكن القيمة ديالو بالدولار تقدر تنقص، وهذا واقع اقتصادي ماشي قرار سياسي ضد المواطن. دابا نطرحوا سؤال آخر مهم: واش المغرب يقدر يوصل بحال مصر ولا لبنان؟ الجواب ببساطة لا. علاش؟ حيت في 2026 المغرب كان عنده احتياطي مهم من العملة الصعبة، مداخيل مستقرة، وتعويم تدريجي ماشي مفروض عليه في آخر لحظة. هادشي كامل كيخلي التأثير يكون خفيف وبشوية وماشي صادم. من ناحية الحياة اليومية، الحوايج اللي كيجيو من برا كيغلاو، الإلكترونيات، السيارات المستوردة، بعض المعدات. ولكن الدولة كتدخل باش تحمي الماكلة الأساسية، الماء، الضوء، السكن، حيث أي ضغط كبير على هاد الحوايج كيخلق مشاكل اجتماعية. دابا نهضروا على السؤال الحقيقي: فين غادي تمشي فلوس الناس؟ الشركات اللي كتصدر لبرا ولا كتخدم بالعملة الصعبة غالبا كتستافد إلى نقص الدرهم. العقار ماشي كيف. العقار البسيط كيستقر وبالدعم، العقار المتوسط ركود محتمل، العقار ديال الفئات الغنية الطلب عليه كيزيد حيث الناس كتقلب فين تحافظ على القيمة. الذهب ملجأ معروف، ولكن السيولة ديالو ضعيفة حيث الناس كتشري وما كتبيعش. أما العملة الصعبة بحال الدولار راه في المغرب مؤطرة وماشي مفتوحة بلا حدود، وهنا الفرق بين المغرب ودول وصلت لمرحلة المنع. الخلاصة: تعويم الدرهم ماشي خطر في حد ذاته، الخطر هو ما تكونش فاهم شنو واقع. المغرب ماشي في سيناريو كارثي، والتغيير غادي يكون تدريجي وكتأقلم مع الوقت. ودابا نخليك مع هذا السؤال وبغيتك تجاوبني عليه في الكومنت: إلا نقصت قيمة الدرهم في المستقبل، شنو أول حاجة غادي تخلي فيها فلوسك؟ العقار، الذهب، ولا غادي تبقى كتسنى؟ كتب رأيك حتى إلا كان مخالف. إلا عجبك هذا التحليل تابع القناة وفعل الجرس باش توصلك كل حاجة جديدة. كان معكم محمد أمين في ترند فلوس دايركت.